اهلا بحضراتكم في على باب مصر. وحشتونا من الخميس اللي فات. طبعا مصر زي ما انتم عارفين مليئه بالاحداث. مصر تتقدم بخطى واثقه نحو مستقبل. وشفنا يمكن في الاسبوع اللي فات من يومين تقريبا كان في اجتماع للعلماء المصريين، احمد زويل وغيره، والاجتماع والسيد الرئيس واهتمامه بانشاء مجلس العلماء المصريين. اعتقد ان ده في حد ذاته تطور ونظره مختلفه للمستقبل، هيكون ماشي على خطى جديده خالص غير اللي كنا متعودين عليها، في اعتماد على ثقات واعتماد على عقول واعيه بتنمي البلد. هو ده اللي احنا كنا عاوزين نتكلم فيه، ان نولي الامور لاصحابها، مش كل من هب ودب يفتي في اللي مالوش فيه. واحنا عندنا اعظم علماء في العالم يا جماعه. احنا بنتكلم في 800 الف عالم موجود في كل انحاء العالم. مفيش مصري بيروح يشتغل بره الا بيثبت كفاءه غريبه جدا، ناهيك عن الفهلاوه من البدايه. فما بالكم بقى اللي دارس واللي عالم واللي فاهم بيعمل ايه. ده هو المصري بذكائه الطبيعي اللي بيسموه فهلوه، ده الى حد ما لو كان انسان عادي وجاهل. فما بالكم بقى لو كان انسان عالم ومدرب على عمله بدقه شديده، ويمكن حصل على اعلى درجات التخصص في مجاله تحديدا. النهارده هنتكلم عن جزئيه يمكن بقالنا كتير كتير قوي ما اتكلمناش فيها، عن تكنولوجيا المعلومات. كنا دايما لما بنتكلم عن المعلومات تحديدا بنتكلم عن امن المعلومات. نقعد نوضح لحضراتكم ازاي ممكن تكون في خطوره عن خطوره من التكنولوجيا المستخدمه في الفترات الاخيره اللي كانت في ثوره تكنولوجيه. يمكن الشعب المصري كمستعملين يوزرز زي ما بيقولوا، طبعا كلنا كمصريين بنكون يوزرز، مش قادرين على الخلق والابتكار والتطوير في تكنولوجيا المعلومات تحديدا. النهارده هنتكلم عن هذه الجزئيه ما لنا وما علينا، وهنتكلم ايضا عن امن المعلومات مره اخرى وذكر المؤمنين. خليكم معانا بعد الفاصل مباشره، فاصل سريع، وهنعود لحضراتكم عشان نلتقي بضيف الكريم الدكتور اسامه مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات. هنلتقي بيه وهنتكلم النهارده في موضوعات يمكن لاول مره هنتكلم فيها معاه. فاصل ونعود اليكم.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في على باب مصر. زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا في حرب وجود. حرب وجود زي ما احنا عارفين في تاريخ الحروب كانت اليد العليا لمن يملك السماء، ثم اصبحت اليد العليا لمن يملك البحار، ثم اصبحت اليد العليا لمن يملك المعلومات. اللي هنتكلم فيه دلوقتي تكنولوجيا المعلومات. اين نحن من تكنولوجيا المعلومات في هذا الزمان؟ اسمحوا لي اجدد ترحيبي بضيف الكريم دكتور اسامه مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات. اهلا بيك معنا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. المعلومات من يمتلكها يصبح يمتلك اليد العليا في اي حروب، ونحن في حروب، في الجيل الرابع من الحروب اللي مصر بتعرض له والوطن العربي بيتعرض له بصوره او باخرى باليات مختلفه. بالتاكيد المعلومات هي اهم جزئيه في هذه الحرب. وبالتاكيد الوسيله في الحصول على المعلومه سواء بالسلب او بالايجاب، سواء لينا او علينا. التكنولوجيا تحديدا المعلومات هي اهم نقطه فيها. تمام. اين نحن الان او في اي مرحله في عصر تكنولوجيا المعلومات؟ تمام. خلينا حضرتك نتكلم على موضوعين اساسيين في تكنولوجيا المعلومات بتغطيهم لينا. في جانب خدمي وفي جانب اتصال. الجانب الخدمي اللي وفر عليك الخدمه اللي انت كنت بتؤديها في اسبوع عشان تخلصها، دلوقتي ممكن تخلصها في ساعه. ده الخدمه الكبيره قدمت لنا قطاع المعلومات، انه يسرت حياتنا، فبقت الحياه فيها رفاهيه اكتر وفيها استخدام الامثل للوقت. فده الجانب الخدمي. جانب الاتصال هو انه انا كنت عشان اوصل معلومه لجهه اخرى او لطرف اخر كانت بتاخد مني زمان شهور عشان توصل، وبعدين طلع الفاكس، وبعدين طلع التليفون والبريد الالكتروني، ودلوقتي طلع طبعا السوشيال ميديا والنتوركس، ان انا ممكن اوصل معلومه لملايين الناس في دقائق معدوده. دول القطاعين الاساسيين اللي بتقدم خدمه المعلومات في حياتنا لحياه المجتمع. يعني بالنسبه للجانب الخدمي هو تطور الدول لمواطنيها انها تيسر لهم الخدمات اللي كانوا بيتعبوا جدا عشان يعملوها. على سبيل المثال، انت حضرتك علشان تستخرج بطاقه فمحتاج تاخد اجازه يوم وتروح مواصلات وتقف في طوابير عشان تخلص البطاقه. دلوقتي ممكن من الكمبيوتر بتاعك تستخرج البطاقه بتاعتك وانت قاعد في بيتك او مكتبك، هتاخد منك ساعه. الجانب الثاني بتاع الاتصالات هو انه احنا بقى عندنا شبكه، العالم كله بقى في شبكه واحده، فانا اقدر ان انا اتواصل مع اي مكان في العالم من بيتي او مكتبي، واوصل كم رساله سواء رساله صوتيه او مقروءه او نصيه لعدد كبير جدا من الناس في لحظات. تكنولوجيا المعلومات اللي احنا فيها حاليا في مصر هو للاسف احنا لازلنا مستفيدين من الخدمات اللي بتجيلنا، لازلنا مستوردين للتكنولوجيا، مستخدمين بيها فقط، مستخدمين. لكن برضو احنا في لو قدرنا نتكلم على مستوى الدول العربيه، فمصر هي يعني عنصر مصدر لتكنولوجيا المعلومات الدول العربيه. لكن لو اتكلمنا على الدول العالميه مثلا، احنا في مراتب لاحقه للبلد زي الهند. الهند مصدره تكنولوجيا المعلومات الى اوروبا وامريكا. طبعا. احنا عندنا معلش قطعت سيادتك، احنا ليه احنا مصدرين للدول العربيه؟ ليه مصر هي همز الوصل او هي المصدره لتكنولوجيا المعلومات للدول العربيه، رغم ان الدول العربيه بكل امكانياتها الماديه العاليه جدا قادره على الاستيراد من المنبع مباشره؟ هو طبعا في الهند هي منافس لمصر في الدول العربيه. دي حقيقه طبعا. لكن لازال احنا عندنا في مهارات ممتازه جدا في مصر جدا، لان احنا بادئين من زمان الكليات الهندسه، تدريب الناس، فعندنا مهارات وكمان عندنا تطوير ذاتي. وبدات الدوله تهتم طبعا بالخريجين الجداد، بتعمل ليهم معاهد تدريب على مستوى عالي جدا، وبيقدروا ينافسوا في شركات دوليه عشان يسافروا بره ويتعلموا ياخدوا يعني مواد دراسيه ثانيه. فاحنا عندنا كفاءات، لكن مش بالغزاره بتاعه بلد زي الهند مثلا. الهند وباكستان هم الاول لانهم رخص العماله وعندهم غزاره كبيره جدا، يعني نقول مثلا 50% من الناس الخريجين بيشتغلوا في تكنولوجيا المعلومات. الدول العربيه لا زالت هي العماله المصريه، المهندسين المصريين اللي بيطلعوا يشتغلوا في مجال تكنولوجيا المعلومات مميزين عشان اللغه، عشان طبعا الكالتشر بتاعه الدول العربيه، وعلشان المهاره بتاعتهم كمان. يعني بياخدوا مراكز قياديه ممتازه، وبيثبتوا الكفاءه بتاعتهم في ناتج العمل اللي بيطلعوه في الوقت المحدد بالكفاءه المطلوبه. فاللي انا شايفه بيحصل حاليا في البلد ان هي بتهتم اهتمام شديد بالخريجين الجداد في مجال تكنولوجيا المعلومات.
من ناحيه تانية شفت في مصر برضو بنيه تحتيه ممتازه جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات. يعني احنا عندنا قواعد شبكات كبيره فيها قاعده بيانات، مثلا الرقم القومي على سبيل المثال. الرقم القومي ده ممكن احنا نستخدمه في حاجات كتيره جدا اكتر من هو بطاقه بوريها للناس، لانه هو على سبيل المثال في كود حضرتك وراه، الكود ده بيتقرا. يعني في الانتخابات اللي فاتت التصويت، انت ممكن بسكانر تقرا كل بيانات البطاقه وتدخل على الكمبيوتر وتقدر تتاكد من صاحب البطاقه وتقدر تاخد صوته الكتروني كمان. كل دي قاعده بيانات جاهزه، بس للاسف تعطلت الفتره اللي فاتت انها تكمل المشوار اللي المفروض تكمله. انه انا اقدر زي ما الدول العربيه دلوقتي بتعمل كل الخدمات الحكوميه من الكمبيوتر حتى من الموبايل، نقدر نعمل كده في مصر كمان. وده الخطوه اللي احنا ماشيين فيها. خطوه ماشيين فيها. انا خليني اسالك سؤال يا فندم. احنا ممكن على ما اتصور كان سهل جدا ان احنا مثلا نتلاشى موضوع زي مواضيع الاستفتاءات والطوابير الموجوده والانتخابات اللي بتحصل. ليه ما بيتمش الانتخابات في الدوله على المستوى باسلوب الكتروني، مع العلم ان في حسابات بنكيه كل واحد فينا ليه حساب في البنك بصوره او باخرى، سواء معاشات او تامينات او كموظفين او ATM او حساب شخصي او حساب توفير او حساب جاري في البنوك. ومع ذلك لا تخترق هذه الحسابات. ليه ما يكونش في قاعده انتخابيه بتوفر نفس الامان في الانتخاب وفي الادلاء بالصوت كانه حساب البنك بتاعك تمام. بدون اختراق؟ ما ايه المشكله في ده اذا كانت البرامج البنكيه موجوده يعني؟ طبعا وارد جدا ان ممكن حاجه زي كده تحصل، بس للاسف هي تكلفه المكملات الاطراف يعني اللي انت بتقدر تاخد بيها المعلومه دي من الناس، الاجهزه اللي بتركب عشان توصلها لقاعده المعلومات. يعني هو ما اعتقدش الخوف من اختراقها، يعني ان موضوع الاختراق ده سهل تامينه، لكن الخوف المشكله قصدي في تكلفه استخدام التكنولوجيا في عمليه زي عمليه الانتخابات. الريدر للرقم القومي، الريدر هو مش ريدر، للباركود. هو ريدر وكمبيوترات طبعا موجوده ومتوصله، دي كلها بشبكات. يعني مثلا حضرتك في قرى في مصر ما فيش فيها انترنت، فعشان يقدر يتعامل مع السيرفر الرئيسي لازم يكون متصل بالانترنت بسرعه معينه. فدي خدمه عشان يتعمل ليها فيها بعض مواصفات البنيه التحتيه. انا محتاج ان انا اقوي شبكات عشان اقدر اوصل بمعاملات كتيره جدا للسيرفر الرئيسي. ده فين في مصر ما فيهاش موبايل يا فندم؟ ما فيهاش فيه انترنت طبعا. يعني اذا كانت حلايب وشلاتين فيها انترنت ومحمول مصري يعني. صحيح صحيح. ازاي يعني؟ عاوز افهم. هو كلها ساعات بيكون ساعات، يعني انا اعتقد انه ساعات بيكون اتخاذ القرار ان انا اصرف مثلا مليون جنيه علشان بنيه تحتيه او خدمه هاديها جديده للمجتمع. ساعات بحس المبلغ الميزانيه دي مش موجوده يعني، بس هو في حقيقه الامر ان الفلوس ديت هي بتوفر على البلد ملايين الجنيهات اكتر من اللي اتصرف بكتير. انه على سبيل المثال انا ما عنديش ازمه تكدس طوابير ولا مواصلات ولا استهلاك الناس بتستهلكه ولا اقتطاع من وقت الناس الموظفين، فكل دي كلها لو حضرتك حسبتها هتلاقي بتكلف الدوله بفلوس مليارات اكتر طبعا، مش ملايين والله، كتير جدا من بنيه تحتيه انها تنفذ بيها. يعني هم اكتشفوا حاجه في مجلس الشعب الاخير لما عملوا حدثوا قاعده التصويت الموجوده عن طريق شاشات. بقى فيها اجهزه تحكم بريموت نعم ولا، التصويت موافق وغير موافق. تمام. ودي بتظهر او ممتنع يعني، عارف سيادتك. تمام. ودي اكيوريت جدا يعني ما فيش فيها تلاعب. ان كل واحد قدامه الجهاز بتاعه وبيصوت وشايف نتيجه صوته على وشايف نتيجه طبعا. طب دي هو في اهتمام حضرتك حاصل دلوقتي يعني مصر بتتقدم بصراحه في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ. وبقى لينا اسم بره كويس، وفي هيئات التكنولوجيا المعلومات في مصر بقت تطلع معارض دوليه، بقت تاخد الشركات بتاعه التكنولوجيا المعلومات المصريه وتطلعها بره عشان تجيب لها شغل. ففي مجهود بيحصل. طبعا كل الحاجات بتاخد وقت ان احنا نوصل ليها يعني، لكن طالما الكفاءات موجوده فما فيش خوف زي حضرتك ما تفضلت. طبعا. اتفضلت بعلماء المصريين في كل مكان في العالم. في عندنا علماء في مصر كمان عندهم ذخيره هائله واطلاع كبير جدا على مستوى العالم. فيعني هنوصل ان شاء الله قريب يعني. كلمني بقى على الجزء الخطير في الاتصال تحديدا. تمام. اتفضل. تمام. الاتصال هو انت بتبقى يعني حضرتك لو معاك التليفون او الكمبيوتر بتاعك فانت بتبقى في اللحظه اللي انت متصل بيها بالعالم الخارجي مخترق بسهوله جدا. معلوماتك الشخصيه يمكن الوصول اليها بسهوله شديده، لانه انت حضرتك بتجابه جهه اعلانيه كبيره، يعني مثلا شركات بتدي لك خدمات مجانيه. وخدمات دي مكلفه عشان هي تطلع، لكن بيدوها لك مجانا ب100%. ليه بيدوها لك مجانا؟ عشان في مقابل بياخدوا معلوماتك.
معلوماتك بتبدا من معلوماتك الشخصيه اللي هو الاسم، السن، العمر، المكان، الموقع بتاعك فين، الوظيفه، المعلومات اللي هي الشخصيه. والى انتهاء الى معلومات تفصيليه، مين اصحابك، ايه عاداتك، بتعمل ايه في اليوم، بتحب تشتري ايه، بتحب تتفرج على ايه. دي معلومات بياخدوها تفصيليه عن فتره استخدامك للكمبيوتر او الموبايل. فدي الجهات الاعلانيه ليه بياخدوها؟ بياخدوها يحللوا البيانات، فبيعرفوا الشخص ده هو بيحب يشتري ايه، ايه نوع العطور اللي بيحبها، ايه الحاجات اللي بيتفرج عليها باستمرار، فبالتالي يبعتوا لك مواد اعلانيه تناسب رغباتك. هنا بيسموها عندهم بيسموها اليوزر اكوزيشن. الاكوزيشن ان انت بيمتلكوا شخص، معلومات شخص يعني. لاحقا المعلومه دي بتتباع مبالغ كبيره، يعني لو وصل عدد الاشخاص مثلا متسجلين في برنامج ولا موقع 100 مليون واحد، بيتحسب الشخص ب $30. ياه. دي قيمه الشركه بتبقى عشان كده $30. $30 الشخص. فدي مثلا الاقي صفقه زي بتاعه الواتساب، ليه حصلت كده؟ عشان هو عنده ملايين الناس اللي نازلين الابلكيشن على مستوى العالم. معلش نوضح الصفقه دي. الصفقة انه فيسبوك اشترت واتساب لما وصل عدد المستخدمين بتوعه لتقريبا نص مليار يعني. وصل عدد الكبير ده على مستوى العالم، ففيسبوك اشتروه. والقيمة الكبيرة طبعا التضخمت ديت هو خدمة بسيطة، انه انت وفرت على الناس اتصال ماسنجر عادي يعني. ماسنجر طبعا، بس هو انت ما تشوفش اعلانات عليه. سريع جدا، ممكن تضيف كل اصحابك، وعدد كبير جدا من الناس نزلوه، فبالتالي هو انتشر انتشار بيسموه الفايرال، اللي هو توسع في السوق منه لنفسه. يعني مش محتاج دعايه عشان الناس تعرفه. انت عندك على تليفونك مثلا 1000 واحد، ف1000 واحد دول بتبعت لهم، بينزلوا البرنامج، تقدروا تواصلوا مع بعض ببلاش. فالقيمه بتاعت الشركه لما تتحسب، لما يكون هو ب 100 مليون يوزر في 30، يعني 3 مليار دولار قيمه شركه علشان عندها معلومات عدد الاشخاص دول. المعلومات دي بتروح فين؟ بتروح لجهتين. انا قلت لحضرتك الجهه الدعائيه، طبعا دول شركات بتعمل مليارات دولارات كل سنه من بيع اعلانات. الاعلانات اللي بتيجي على الموبايل او تيجي على الكمبيوتر ديت انفاقات رهيبه جدا بتحصل عليها، تفوق بكتير جدا التلفزيون والراديو. والجهه الثانيه هي الجهات الامنيه، طبعا هم دول برضو بيشتروا معلومات او بيراقبوا المعلومات عشان يشوفوا توجهات الاشخاص لما تحصل اي حاجه. فين بقى حقوق الملكيه، حقوق الخصوصيه والملكيه الفكريه والحقوق، يعني حقوق الانسان حتى في انه يحتفظ بنفسه بمعلوماته الخاصه بيه وعدم انتشارها بره. تمام. انت حضرتك اي خدمه بتاخدها سواء على الكمبيوتر او على الموبايل بيكون معاها شروط خصوصيه، بيكون معاها تعاقد. فالتعاقد ده انت هم بيقعدوا يقولوا لك احنا هنعمل كذا، موافق؟ بتقول موافق. تقعد تمشي معاهم على 3 4 موافقات، هي بتقول فيها يا جماعه اوكي انا موافق انتوا تستعملوا الخصوصيه بتاعتي. فمعظم المستخدمين في العالم اما بيطلعوا على الشروط وبيوافقوا عليها عشان هم عاوزين الخدمه المجانيه ديت، او بيطلعوش عليها اصلا وبيوافقوا عليها برضو. فبالتالي ما فيش ملامه على الشركه يعني اللي عملت كده. دول الحاجات اللي احنا بنشوفها وبنقراها يعني. الحاجات التانية اللي بتنزل كفيروسات بقى هي ديت اللي عددها كبير جدا، خصوصا على الكمبيوتر او الموبايل. ان انت بتتفرج على موقع مثلا، بتتفرج على حاجه ناس بتهتم بيها، فالموقع ده اول ما بيتفتح بينزل على طول فيروس على الجهاز، والجهاز ده يقدر بعد كده، البرنامج ده يقدر يقرا كل المعلومات الشخصيه بتاعتك ويبعتها للجهه اللي عملت الفيروس ده. ده اللي بيخلي البرنامج المحمول تقيل زي ما بيقولوا، او الجهاز تقيل. طبعا وانت مش فاهم الجهاز تقيل ليه. بالظبط. تخليه تقيل، تلاقي البطاريه بتخلص بسرعه، الجهاز بيسخن، كل ده عشان معلومات بتطلع منه باستمرار يعني. طبعا كان في فضيحه كبيره لوكاله الاستخبارات الامريكيه اللي كشفها سندون، انه وكاله الاستخبارات اتفقت مع كبرى الشركات العالميه اللي احنا كنا بنعتمد عليها في البحث انجن، السيرش انجن والايميلات والحاجات ديت، ان هم حطوا عندهم ملف. الملف ده بيقدر يوصل لقاعده المعلومات بتاعتهم. يعني الشركات دي عندها سيرفرات في اماكن ضخمه جدا متخزن فيها كل معلومات الناس. فالملف ده يقدر يوصل اي شخص يقدر يطلع معلوماته ويحللها
في قواعد بيانات تحليل كبيره جدا طبعا، ويطلع منها نتائج امنيه. اكتشفوا الفيروس ده او البرنامج ده؟ سندو ده هو فضح الوكاله، وكان مستشار الوكاله الامنيه، ففضحهم وسرب الوثائق دي. سرب وثائق انه كانوا بيتجسسوا على 120 رئيس دوله تقريبا. ده اللي هرب وراح روسيا كان مستشار الامن القومي المصري الامريكي. ما هم دلوقتي المانيا رفع قضيه كبيره جدا عليهم، عشان كانوا بيتجسسوا على ميركل. التليفون الشخصي بتاعها. التليفون الشخصي بتاعها. وكان تليفون مش لاسلكي، كان سلكي. كان يعني المكتب العادي كان بيجيب مجسس عليه. سهل جدا ان هم يوصلوا طبعا لخطوط التليفون ويسمعوها من غير الطرف الثاني ما يحس. الايميل ده مسموح او مش مسموح؟ في بعض الاحيان باذن نيابه بيسمح بالتجسس والتنصت على اشخاص وتسجيل مكالماتهم، يعني باي معايير بيتم ده؟ والله هم فعلا خدوا اذن، طلعوا كده قالوا في الاخبار انهم واخدين اذن من النائب العام ان هم يتجسسوا عليها من ضمن الشخصيات. يعني هي لوحدها لها عاملين لها 300 ملف. النائب العام الامريكي. الامريكي يعني ملوش علاقه او سياده على الاراضي البريطانيه. ما هم حضرتك او الالمانيه، سوري يعني. هم حضرتك عندهم دايما سياسه تامين الدوله من المخاطر المحتمله. يعني زي الحروب اللي بيدخلوا فيها دي، يقول لك هو احتمال الدوله دي تعمل علينا حروب في المستقبل، فيلا نخلص عليهم يعني. فهم يعني ده من باب الاحتراز بيعملوا كده. فامريكا لوحدها عندها 300 ملف متسجل ليها يعني. لكن في حاجه اسمها تهديد وتهديد محتمل. التهديد المحتمل ده يجيز ليهم التعامل باي صوره غير مشروعه مع اي كيان في العالم كله. طبعا هم ده اللي بيعملوه طبعا. يعني كل الحروب اللي حصلت المشاكل بسبب ده طبعا. طب بس احنا عارفين يا فندم ان كل الاطراف بيستخدموا ده. كل اجهزه المخابرات ده اساسي في طبيعه عملهم. صحيح. انهم بيتعاملوا بالمثل. ازاي الحرب المتبادله في المعلومات دي، هل ممكن يعني يتغاضوا عن ده ويبداوا يعملوا نوع من تبادل المعلومات بينهم وبين بعض؟ هي حضرتك دلوقتي حرب معلوماتيه. يعني انا دلوقتي معوز بحاجه عني انا، يعني انا زي مثلا في بعض الاحيان بيتم اطلاق تحذير، خدوا بالكم يا مصر مثلا ان في محاوله للاختراق هتتم او في عمليه ارهابيه هتتم كمان 3 ايام في الحته الفلانيه. المعلومه دي جايه لنا من جهاز مخابرات بره خالص. تمام. واخد بال سيادتك؟ تمام. ما سالناش انت جبت المعلومه دي منين، لكن بتؤخذ في الاعتبار. هو طبعا هو طبعا عارفين جاب المعلومه منين يعني. بس احنا كمان دلوقتي المفروض نعمل كده يعني. انه هي مش اختراق خصوصيه، بس هي تامين الناس. يعني انا في وجهه نظري انه انا لما اكون الناس، يعني حضرتك كل وكالات الاستخبار ولا الناس اللي بتراقب التصرفات الشخصيه مش بيراقبوا تصرفات الشخص العادي، بيراقبوا تصرفات الشخص المشبوه. يعني بيتتبعوا خطواته. فعشان يحصل كده هم بيبحثوا مثلا على الفيسبوك، بيبحثوا عن كلمه تفجير مثلا. اول ما كلمه تفجير دي تطلع يروح على طول مراقبين صاحب الصفحه دي. كويس. لكن الشخص بيكتب اي كلام تاني، بيشتم، بيعمل اللي هو عاوزه يعمله. يعني ده مش مهتمين نفس الاسلوب في الكلمه اللي هي الباسورد، لما مثلا تقول كلمه مثلا بلد او كلمه مصر في مكالمه تليفونيه. كلمه اللفظ ده او الاسم ده تلاقي فجاه فتح عليك اللي هو اجهزه المتابعه او التسجيلات او الكلام ده. مثلا هم في بعض الكلمات بتبقى محطوطه على اجهزه. الاجهزه دي اجهزه ضخمه جدا، بتاخد بلايين الكلمات اللي بتدخل فيها، وبتنقي بس الكلام والحاجات اللي حواليه اللي ممكن تطلع منها معلومه عن مخطط مثلا ارهابي. هو ده اللي بيحصل يعني حاليا. بيحصل بقى في التليفون، بيحصل في الشبكات الانترنت، بيحصل في مواقع التواصل الاجتماعي. مش بيحصل في مصر كمان بس، ده بيحصل بره يعني. يعني ده من المنبع في امريكا بتراقب كل بلد في العالم، لانه فيسبوك طالع من هناك. فدي دي المتابعه الدقيقه. كلمه السر في العبور كلمه ايه؟ نعم. عبور 73 كلمه السر كلمه نوبيه. مش عارفينها صح. بس فده لغه غير مستخدمه ومحدش ما فكروش ان هم اصلا يبرمجوا يعني الاجهزه. هو ده حضرتك التشفير. هو ده اسمه التشفير، ان انا بستعمل الكلام مشفر. وده اللي بيستعملوه الناس في تامين ممتلكاتهم المعلوماتيه. ان انا بنقل لحضرتك الايميل، ابعت لك ايميل مشفر. معلوماتي اللي متخزنه على الكمبيوتر مشفره، على التليفون مشفره. هو ده الحل الوحيد ان انا اامن معلوماتي. كان في برنامج لجهاز تليفون معين كان بيعمل ده، وكانت ممنوع دخوله بعض الدول، لانه عنده القدره على ارسال رسائل الاشخاص بينهم وبين بعضهم بصوره مشفره. ما الخطوره فيه. وبعدين بقى تم فتح الموضوع، اعتقد هو خلاص تغلبوا على القصه دي. التكنولوجيا الجديده طبعا ممكن بقت ونزل على ابلكيشنز موجود على الفيسبوك وعلى الستور وحاجات كده. امرها سهل طبعا.
انه دلوقتي استخدام الشفره في تناقل المعلومات البي بي ام على فكره مش كده؟ البي بي ام هم عملوا مشكله كبيره جدا عليه في الدول العربيه، لانه البي بي ام رفض ان هو يدي لهم فك الاكسس على الشفره ديت، فكانوا وقفوه يعني، توقف في الدول العربيه وحصلت مشكله كبيره لحد ما وافق يديه للجهات الامنيه هناك، لانه بيتنقل الكلام ومفيش رقابه عليه، محدش يقدر يخترقه يعني، كان من اكثر الانظمه تامينا يعني. لكن تم دلوقتي خلاص اختراقه بقى عادي جدا وبينزل على اي موبايل باي نوع تاني، مش شرط خلاص يعني الموبايل المحدد ليه تحديدا يعني. احنا فين بالنسبه لده يا فندم؟ احنا فين بالنسبه لده؟ مجرد مراقبين للتطور وواقفين خط الدفاع منه؟ مفيش خط هجومي ابدا، مفيش خط انتاج حاجه حديثه، مفيش تطوير في الفكر. مش ممكن نبدا من حيث انتهى الاخرين يعني، ونبدا بحاجه متطوره ونتقدم بيها للعالم. في قطاع البرمجيات احنا ماشيين على طريق كويس. في قطاع الاجهزه بقى والهاردوير احنا لسه قدامنا شويه. لسه طبعا لفتره طويله لسه مستوردين ليها يعني. دلوقتي مثلا بنجمع اجهزه، بنجمع حاجات، لكن هو بتتصنع بره كلها. لكن في قطاع البرمجيات احنا ماشيين كويس، ماشيين كويس جدا يعني، اكتر من دول كتيره يعني. لكن تصور مثلا معقول ان احد الدول مثلا تقوم باهدائنا منحه عسكريه بطيارات مثلا ايا كانت نوعها ايه، ولا غيرها، ولا وسائل دفاعيه، ولا وسائل اسلحه، وما يكونش فيها مايكرو شيبس مثلا، ما فيهاش اي نوع من انواع المتابعه على المواقع بالنسبه للمكان او الكلام ده؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا حضرتك موجود. العربيات الجديده بتنزل فيها شريحه تتبع يعني، ما بالك بالطيارات طبعا فيها طبعا. فاهم قصدي؟ وبالتالي اقدر احكم، اعرف ان طيارات مثلا زي الاباتشي مثلا جت لنا من امريكا، طبعا اكيد عارف توزيعها في الجمهوريه شكله ايه، والسرب فين، وبيتحرك فين، ومكان تحركاته ايه. بالتاكيد طبعا. تفتكر يعني هل لو تعاملنا مع النوعيه دي، يعني مثلا لو احنا اكتشفنا جزء، احنا عارفين ان اكيد طبعا موجود في حاجه زي كده في الاجهزه، لو احنا تعاملنا مع وسيله التجسس دي، اكتشفنا ان فعلا المايكرو شيبسي او البرنامج ده الموجود في الكنترول يونت بتاع الطياره مثلا ومش عارف ايه، وقدرنا احنا نشيله، هل ده بيؤخذ علينا ان احنا امنا نفسنا تجاه التجسس او التتبع؟ ما هو حضرتك الاجهزه التتبع ديت ليها استخدامات يعني، على سبيل الصيانه او قراءه كفاءه مثلا الطياره. يعني فانت لو شلتها فانت راحت باظ هنا وهنا. باظ هنا وهنا. بس سيبنا نعرف انت فين، لا مش مش يعني هتشتغل الطياره يعني. ما هي هتحصل ازاي يعني؟ بقول لك العربيات الجديده في عندك زرار بيبعت حاله العربيه تقرير عنها للمصنع مثلا. هي زي كده، هتقدر تشيلها ازاي يعني؟ خلينا احنا فعلا في مترو الانفاق ووسائل الاتصال، ولا اي مدى ممكن يكون التليفون المحمول او الاتصال في عبر مترو الانفاق مهم بالنسبه هما اللي حصل دلوقتي خدمه جديده نزلت في كل الموبايلز بيسموها NFC، اللي هو التواصل عن قرب، يعني ان انت توصل الجهاز من جهاز تاني وتوصل فيه معلومه. بداوا يستخدموه في مترو الانفاق في البلاد الاوروبيه، حتى في دبي في برضه نموذج ان انت تقدر تحط تذكره المترو على الموبايل. فبالتالي انت بدل ما تقف في طابور عشان تشتري التذكره، ممكن تشتريها من الموبايل، ولما تروح عند الجهاز على البوابه تحط الموبايل على مكان القراءه ويفتح. تمام. دي تحفه. فدي وسيله من وسائل طبعا لغت الطوابير يعني. طبعا لازم فيرجن معين، لازم جيل معين من اجيال الموبايلات 3G الحاجات اللي هي ابدا اللي كل الناس، حتى NFC ديت بقت ستيكر كمان، حتى لو الموبايل ستيكر بتحط على الموبايل بيحولوا NFC. يعني حتى الموبايلات الرخيصه ممكن تشتغل عليه. طبعا الميزه الكبيره جدا هنا في سهوله المرور وسهوله قطع التذاكر والكلام ده. كمان عملوا البرامج اللي بتشوف بيها مواعيد القطارات، او بتشوف الميعاد جاي امتى، وعاملينها مثلا في اسبانيا للباص، للاتوبيس. يعني الاتوبيس انت قبل ما تنزل بتشوفه على الموبايل بتاعك على الخريطه قدامه كام دقيقه او كام ثانيه ويوصل عندك. ولو متاخر هتشوفه وانت متتبع الاتوبيس، يعني زي ما حضرتك بتقول اجهزه التتبع ده بيحصل في الاتوبيسات. احنا فعلا عندنا حربين زي كعهد مصر باي حاجه. عندنا حرب معلومات، وحرب تكنولوجيا بالمعلومات، وحرب تكنولوجيا للتنميه بالمعلومات برضه. تمام. يعني هو ده اللي لازم يمشي على التوازي الاثنين يا فندم. تمام. لاي مدى ممكن يكون في تقارب او تعارض بين الاتجاهين؟ لا، هو ما فيش تقارب وتعارض، بس هو الخدمات ديت يعني هي حاجه مهمه جدا للدوله لتخفيف سلاح ذو حدين. الخدمه، لا الخدمه مش سلاح ذو حدين، الخدمه اللي هي قصدي خدمات مرافق للدوله. فديت عائد كبير جدا على الدوله طبعا،
وتخفيض نفقات عاليه علشان الاستهلاك اليومي للناس. انت تخيل حضرتك كل مصر القاهره 20 مليون واحد وبيجي زيهم عشان معاملات حكوميه. لو هو قدر المعامله بتاعته من بيته، يبقى انت تخيل بقى شكل القاهره عامل ازاي. كم واحد هيقعد بخدمته مش هينزل وتشوف الازدحامات ديت عشان تحصل، عشان تؤدي خدمات وطوابير على موظفين شغالين وتأخير ومصالح ناس. كل ده هيخلص مع استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات لمرافق الدولة. الجانب الثاني جانب الاتصالات، هو ده سلاح ذو حدين. انت بتاخد خدمة ممتازة جدا، لكن في المقابل انت مكشوف على العالم الخارجي، يعني ما تقدرش انت تحد من ده. ولو قابلت التكنولوجيا الحديثه لازم تقبل ان انت تكون مكشوف على العالم الخارجي. طبعا ملهاش حل تاني، ملهاش وسيله تامين ان انا ما انزلش الفيسبوك عندي، ما انزلش اي وسائل اتصال اخرى. حتى لو ما نزلتش ده برضه في وسائل أخرى. هي وسائل حد مش تأمين 100% طبعا. هي وسائل حد، انت بتقلل من مخاطر ان حد يسرق معلوماتك الشخصيه. يعني حساب، يعني ناس كتير جدا مخزنه على الكمبيوتر او الموبايل معلومات البنك بتاعتهم والفيزا والارقام السريه بتاعتهم. فدي مخاطر شديده ان الانسان يسيب حاجه معلومه زي كده دلوقتي على الجهاز بتاعه. المفروض يعمل ايه؟ ما يحطهاش او يشفرها، لانه هي دي الحد من اختراق الخصوصيات. لكن ما تقدرش تمنع اي شركه من الشركات الكبيره انها تعرف معلومات عامه عنك. انت في مصر ساكن فين، بتستعمل موبايل نوعه ايه، عمرك كام سنه، بتحب تشتري ايه، كل دي معلومات ما تقدرش تمنعها. خلاص الشخص اتعرف من اول ما لهاش حل تاني يعني. موضوع خطير جدا يا فندم، والحرب واضح انها مستمره لفترات بعيده لغايه لما نقدر، الله اعلم في اي مدى او بعد قد ايه ممكن يبقى عندنا القدره الدفاعيه المناسبه للتعامل مع مثل هذه الاختراقات والخروقات اللي بتخرق المجتمع الوطني العربي والمصري. بشكرك جدا دكتور اسامه، انا سعيد جدا باللقاء معاك والله، وكان محتاجين نقعد مع بعض اكتر من كده عشان كان في حاجات كتير عاوز اتكلم معاك فيها، يعني مهمه جدا للساده المشاهدين، كنت عاوز اعرفها منك، لكن اتمنى ان يكون لنا لقاءات اخرى باذن الله رب العالمين. بشكرك جدا دكتور اسامه مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، الف شكر مره ثانيه. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل مباشره هيكون معنا لقاء مع الواحه الفنيه الجميله، بعيدا عن امن المعلومات وعن الخروقات وعن ما يحدث في تكنولوجيا المعلومات وخطوره في تستهدف الوطن العربي والمصريين والعرب بوجه عام والشرق الاوسط زي ما انتم عارفين في الحروب الاخيره. معنا واحه فنيه جميله، هنلتقي مع نجمه مصريه شابه، هنستمتع جدا بلقائنا معاها. ارجوكم ابقوا معنا بعد الفاصل.